الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله في مستهل هذه الخواطر المباركة الطيبة، نسأل الله أن يوفقنا فيها لاقتناص الشوارد والاستفادة من المعاني وتدبر آيات القرآن. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك العظيم، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نشكره على نعمه والحمد في الأولى والآخرة. في قراءتنا ليلة الأولى من ليالي رمضان، لا يخطئ القارئ حين يتناول قراءة سورة البقرة أن تناله الخشية والخشوع والخضوع أمام عظمة هذا الكتاب العظيم الذي يفتتحه الله بالتحدي الإعجاز. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الناظر للمؤلفين وأصحاب الكتب والمباحث والرسالات يدرك جليا أن الكل في مقدماتهم يعتذرون للقراء عن التقصير والخطأ، لكن الله يتحدى فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي ثنايا هذه السورة وفي مفتتحها وفي التقديم الأول يواجه القارئ والمستمع الحديث عن الصفات، أصناف ثلاثة من البشر: صفات المتقين وصفات الكافرين وصفات المنافقين. والقرآن هدى للمتقين، وصفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الصف الثاني هم الكافرون، يصفهم القرآن: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يستفيدون من النصح ولا يتعاملون مع التوجيه والإنذار ولا يتفاعلون مع البشارة. والصنف الثالث الذي تناولته آيات عديدة هو صنف المنافقين، يخدعون الناس ما يخدعون إلا أنفسهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صفاتهم الخداع والمغالطة. ومن صفاتهم أنهم يتقمصون الشعارات الكاذبة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أظن هذه السورة يدرك أن الهدف الأسمى منها والفكرة الهامة التي تتناولها وترتكز حولها هي فكرة الاستخلاف في الأرض. ولذلك ورد فيها إني جاعلك خليفة في الأرض. ورد استخلاف بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكذلك استخلاف إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وهذه الأصناف وهذه المراحل الثلاثة في الاستخلاف يمكن الإنسان أن يدرك أن الاستخلاف الأول كان تمهيديا، وهو استخلاف آدم عليه السلام. والقرآن لما تحدث عن استخلافه تتبعه بآية وعلم آدم الأسماء كلها، فاتضح من ذلك أن المستخلف في الأرض لا بد أن يتحلى بالعلم ويتصف به، فبدون العلم لا يمكن عمارة الدنيا ولا صلاح النفس ولا
رضا الاتباع شرائع الله وما يرضيه. فبالعلم تتحقق غاية الاستخلاف في الأرض من إصلاح وإعمار وبناء وتربية وتزكية. وخلافة آدم في الأرض خلافة تمهيدية تبعتها خلافة بني إسرائيل الذين فشلوا في ذلك الاستخلاف. ولذا القرآن يحدثنا عن أخطائهم وتقصيرهم وعلوهم واستكبارهم في الأرض وإفسادهم في الأرض، لتبتعد الأمة الإسلامية عن ذلك الخطأ وذلك الزلل، وتأخذ بمجامع الخير وتتصف بصفات المصلحين المقيم الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويبتعدوا عن هذا الاستخلاف الفاشل الذي ذكر القرآن عن بني إسرائيل. والاستخلاف الناجح هو استخلاف إبراهيم الذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، ابتلاه بالتضحية فضحى، وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ونلاحظ هنا أن الميزان الإلهي لا يحابي. إبراهيم لما أراد أن تكون الخلافة في ذريته قال الله له لا ينال عهد الظالمين، فلن ينال الخلافة ولا خير إلا من كان متصفا بصفات العدل والتضحية والطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، والتصفيف بالصفات التي يستحق صاحبها الخلافة في الأرض. الإمامة لا تعطى للظالمين مهما كانت روابطهم وعلاقاتهم بأهل الفضل. في هذا الشهر المبارك آية من سورة البقرة كذلك تتناول الحديث عن التوبة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الأمم التي كانت قبلنا كانت لا تقبل توبة أحدهم إلا بقتله نفسه، والله رفع عنا ذلك الإصر والأغلال، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن الله علينا أن الله يقبل توبتنا إذا تحققت فيها شروط التوبة، وهي الندم والإقلاع والنية والعزم أن لا يعود الشخص إلى ذلك الذنب مرة أخرى. فإذا علم الله صدق العبد وحسرته وندمه على ذلك الذنب وتقصيره قبل توبته وغفر ذنبه، فهو غفور رحيم التواب الرحيم غافر الذنب وقابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالحمد لله على نعمائه ونستغفره ونتوب إليه. ولنفتتح هذا الشهر بالاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يقبل توباتنا ويغفر ذنوبنا ويرحمنا برحمته. لعل كذلك ونحن في موسم سيظل علينا موسما انتخابيا قريبا تكثر فيه اختيار وإعطاء الأصوات بناء على القرابة والعلاقة أو النفع المادي، والله يقول وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فليحذر الإنسان وهو يريد أن يصوت فليحذر ويستحضر أن اختيار الشخص تحدده كتابته شعاره في صندوق الانتخاب، ويعلم أن تلك الكتابة وذلك التصويت وما سيجنيه من مودة أو قرابة أو منفعة مادية حرام شرعا
ولا يجوز. فيجب على المسلم أن يراعي في اختياره لمن يتولى أمرا من أمور المسلمين، وأن يراعي في ذلك المصلحة العامة والنفع العام للإسلام والمسلمين، وأن لا تكون نظرته نظرة مادية أو نظرة شخصية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحذر أو الحديث: من ولى على المسلمين شخصا يرى من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. مساعدة في اختيار شخص يعلم المرء من نفسه أن ثم من هو أصلح منه وأنفع للمسلمين، يعتبر في ذلك خيانة كما ورد في الحديث.